باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فيلم عن القديسة دميانة له معنى آخر، هو أنه وجود القداسة في النساء كما في الرجال أيضا، فكما يوجد شهداء رجال يوجد شهيدات نساء، وكما يوجد قديسون بين الرجال توجد قديسات بين النساء أيضا. وقصة القديسة دميانة تجمع بين مبادئ متعددة. أولا إنها فتاة من أسرة كبيرة غنية، ولكن على الرغم من الثراء والرفاهية المحيطة بها كانت تميل إلى حياة النسك، شاعرة بأن العالم لا قيمة له، وأن الإنسان يعمل لأبديته أكثر مما يضيع حياته في متع العالم. فعاشت ناسكة وهي إنسانة غنية تستطيع أن تتمتع بكل مباهج الحياة. والنقطة الثانية أنها كانت إنسانة شجاعة، بحيث أن والدها حينما أغري لكي يبخر للأصنام انتهرته بكل شجاعة، وأعلنت أنها لا تعود ابن له إلا لو رجع واعترف بالإيمان أمام الإمبراطور، وهكذا فعل. النقطة الثالثة إنها تحملت عذابات كثيرة جدا من أجل الرب، ولم تنل فقط إكليل الشهادة أي أنهم قطعوا رأسها، وإنما كان يسبق ذلك عذابات كثيرة من ألوان متعددة استطاعت أن تحتملها في بسالة وشهامة رفعت ذكرها في التاريخ الكنسي. النقطة الأخرى التي تضاف إلى حياة القديسة دميانة إنها كانت لها الصفة القيادية، فهي لم تكن راهبة ناسكة فحسب، إنما استطاعت أن تضم إليها 40 من العذارى عاشوا حولها يتعلمون حياة البر وحياة النسك وحياة الصلاة منها ومن تعليمها ومن سيرتها. فنحن أمام إنسانة نالت إكليل الشهادة وإكليل البتولية وإكليل الرهبنة، وأيضا نالت مواهب القيادة والحكمة، وضحت بكل شيء من أجل أن تعيش مع الله. وترينا قصتها أن العالم كله زائل ولا شيء فيه يبقى إلا أعمال الإنسان الصالحة التي تتبعه بعد مفارقته لهذه الدنيا وتبقى معه إلى الأبد.